يا بيضة ويا ملايكة سيري معاك الليل شوي لقدرة الله. تعرف الأغنية دي أو القصيدة دي عمرها فوق 125 سنة ولليلة قاعدين يغنوها. ايوه هي التراث. اللي كتب لنا هسه خايف من فراقك لما يحصل ببقى كيف زي ورد في عز نداه وخوف بكرة يزور صيف. يا سلام. تمشي لدنقلة تتذكر يا أخي الأغنية اللي كل عرس السوداني بتتغنى فيه. محمد صالح بركية الله يرحمه اللي غناها العم زكي عبد الكريم ربنا يطول في عمره. أميرة الشباب يا السمحة أنا جايك عريس كتب الكتاب يا الملكة مهرك ما رخيص. في حاجة كده يعني للأسف أنا بقول للأسف دي حاجة ممكن يعني تكون شوية يعني إذا صح التعبير حارة لكن دي الحقيقة. طيب إن في كثير من السودانيين لما يجي يتكلم مع جنس أو جنسية أخرى غير السودانية بيحاول يبسط له الكلام تكلم معه بلهجته. ده خطأ. أنا كيف أعرف لهجتك لو ما أنت تكلمت معايا فعلا. بها صح ولا لا؟ أنا ما مشيت السودان صح؟ مم. لكن السودان بالنسبة لي شنو؟ ما نيل ما أرض ما غابة ما جبال. السودان هو الإنسان. تقول لا لو قال لي في البداية اسمع قال لي تعرف دي الواحد يقول لك شنو وانت بترد عليه وتقول شنو؟ شنينة صح؟ شنين مقريرات. مقرينات. قلت له دقيقة انت اسمك قلت لي كلمة دقيقة انا برد عليك. المثل السوداني اللي بيقول هدايا عشقيب اخره مشقيب معناه شنو؟ معناه شنو يا شريف؟ انا بسألك انت زي مصعب بعرفه. مسوق وريني. ها كده قولوا تاني. هدايا عشقيب اخره مشقيب. والله ما والله ما بحلك الليلة اقسم. ما عرفته والله تنزلها يا جماعه، والله العظيم ما عرفته. اخونا ما تمنتج انزلها طوالي ما تخلي ها قط. الزول ده اسمع انا تكلمت هسه كلمت المخرج اوكي قلت له اسمع ما ينزلها عفوا ينزلها ما يخلي ما ينزل قال. لا ينزلها. طيب اهم معناه شنو؟ هدايا عشقيب ده في لهجة اهلنا الشرق ناس الشرق. هدايا عشقيب معنى العرس اللي اوله عشق اخره شقى. سودانية انت سمعتها ولفتت انتباهك، وعمرك كم في الوقت ده كان؟ لا كنت صغير يا اخي كلمت انا صغير بالمناسبة صغير لا صغير. اوكي ولا لا صغير زي زجاجة روم خمرة القوام اللادن الطري والحشى المبروم والصدير الطامح زي خليج الروم. في ناس كثيرين بيقولوا خليج خطأ هي خليج الروم. فين تمشي لحصحيصة تزور كده وتسلفاب تستشعر منه مصطفى سيد احمد بالضبط. مصطفى سيد أحمد جاني الخبر جاني البلاء والسمحة قالوا مرحلة. يعني أخوي يوسف البربري سألني الفنان الكبير اللي مسي عليه تحية له. اوكي جاني زيارة في البيت فكان سألني السؤال ده قلت له العشرة قال بس الكلمة دي كافية. كيف قعدة العصرية كده على تحت شجرة الدوم ولا شجرة النيم الشباب هناك مدورين دافوري نسوان الحلة كل واحدة لافحة توبة وشايلة ترمس الشاي ماشي تتجاوز. اسمع انت كنت قاعد في الحلة دي ولا؟ عرفت التفاصيل دي كيف كنت قاعد في الحلة دي؟ ولما تمشي وين لما تمشي لدكان الحلة تضرب لك فتة فول يا سلام. قزاز البارد وقاعد على صناديق البارد فعلا والله. وريحة الدعاش سمحة كده عن المطر وصوت المويه. بيت قصيدة أو نص شعري تقول شنو؟ أعيد وكرر أبو صلاح أجسامنا إلى جسمين وروحنا واحدة تقسمت قسمين. يا سلام والله فعلا تستحق هلا راسي رزق السودان الأمن والأمان يا رب العالمين وأن يجمعهم على قلب رجل واحد يا الله ونجعل الأمن والأمان في كل ربوع بلادهم يا الله اللهم وتنعموا وتتنعموا بخيرات بلدكم يا الله. سلام.